السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا اخواتي الاعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم انمي دوجو. شكرا وبالتوفيق. وقفنا في الحلقة الماضية عندما التقى جين بالعقل المدبر لما يحدث من حالات اختطاف للتجار في مدينة يونام، واسمه هو دانيوب جيوم، حيث طلب من جين ان يمهله حتى يكمل مهمته، وبعدها سيطلق سراح المختطفين، ونراه قد اقسم على ان يفعل ذلك. نكمل من حيث وقفنا، حيث نراه يضحك وهو واضع يده على وجهه. يبدو أن هذا ما زال غير كافيا بالنسبة لك يا جين، ويقول إنه مقدر لنا سفك الدماء، مؤسف جدا بالفعل. يسأله جين ما الذي تنوي القيام به، ولكن دانيوب استلق إثارته ويقول بصوت شرير ضاحك: سيد جين، أنا آسف لإبلاغك بهذا، هذا لن يكون مكان معركتنا. يغضب جين من مماطلته: أين المفقودون؟ وماذا تخططون للفعل بهم؟ أجبني الآن وفورا. حيث أطلق هجمة بعيدة المدى من سيفه باتجاه دانيوب، والذي كان ممسكا بقيثارته، ويبدأ بتحريك أصابعه ويصرخ قائلا: هذا أمر مؤسف بالفعل. ويعزف مقطوعة من الألحان الغريبة حركت الجو في المكان، والتصادم بين القوتين قد أحدث انفجارا عظيما. ونرى دانيوب يقول بكل هدوء: سيد جين، دعنا نحظى فقط بنقاش. وقبل أن يكمل كلامه ينقض عليه جين من خلف الضباب متجها نحوه، ولكن دانيوب ينتبه له ويبدأ في التحرك بسرعة، حيث تراجع للخلف وبدأ بالهرب مبتعدا عن جين. وبدأ يقول: امرأة ورجل، طفل وشيخ. يصرخ عليه جين: كفى هراء، أخبرني أين هم الآن. حيث وصل غضب جين إلى أقصى مراحله ملوحا بسيفه. ونرى أن دانيوب قد التفت باتجاه جين ويقوم بالرد على هجومه مستخدما تلك القيثارة، ويقول: ين ويانغ، إن العالم الذي أعرفه هو دائما مكون من اثنان، الواقع والوهم، سوف يصبحان شيئا واحدا، والعقل يختار ما يريد أن يرى. ونرى أن هجوم دانيوب قد أصاب جين بخدش في وجهه، حيث استمر في الهرب ويقول: من المعروف أن السماء تحلم بأسرار الليل، وأسرار الليل ستستيقظ حتما. الناس الحزينون من الأراضي المدمرة، عازفا على قيثارته ومخرجا لتلك الموجات الصوتية. نرى إصابة جين والذي صد الهجوم بكلتا ذراعيه، ولكنه أصيب بخدوش متعددة في ذراعه. ونرى هجوم موجات صوتية أخرى قد هز البحر من قوته. ونرى خروج جين من الماء بعد أن دفعته بعيدا، وقد ابتلت ملابسه بالكامل، وقد هرب ذلك الوغد دانيوب. ونراه قد أصبح في قمة الغضب، وبنظرات حادة يقول: انتظرني أيها الوغد، سأقوم باصطيادك قريبا. نرى عودة جين مون إلى الفندق بعد رحلة طويلة، متعبا لكنه محمل بأفكار كثيرة حول لقائه مع دانيوب جيوم. ما زالت كلماته الغامضة تتردد في ذهني. وعندما اقترب من غرفته تمتم لنفسه: لقد استغرقت وقتا طويلا مما توقعت، آمل أن يكون الفتى مون بخير. فتح الباب، لكن ما رآه جعله يقف مصدوما للحظة. ونرى أنه في وسط الغرفة كان الفتى مون يتدرب بكل قوته، وعرقه يتصبب من جبينه، وعضلاته المشدودة تظهر عليها علامات القوة. التفت الفتى مون فورا عند سماع الباب يفتح، وعندما رأى أنه جين مون ابتسم بحرارة وقال: أوه أخي الأكبر، كيف كانت الأمور في الخارج؟ لم يستطع جين إخفاء دهشته، أخذ نفسا عميقا وأجاب بصوت هادئ: صارت الأمور على ما يرام. ركض الفتى مون نحوه وعيناه تلمعان بالسعادة، وقال بحماس: بما أنك غبت لفترة طويلة ظننت أنك تخليت عني أو نسيتني، كنت قلقا جدا، لكن في كل مرة تخطر هذه الأفكار في رأسي كنت أعيد توجيهها إلى التدريب. لقد بذلت جهدا كبيرا. صحيح. نظر إليه جين مون بذهول قبل أن يتمتم: سمعت أن الأطفال يتطورون بسرعة، لكن أحسنت عملا يا فتى. ثم تابع قائلا: والآن علينا التحرك، سنتوجه إلى مدينة اليشب، لذا استعد. وأجاب الفتى مون بحماس: حاضر حاضر يا أخي الأكبر. وفي مكان آخر حيث كانت السرية الحديدية تقوم بمهمتها، نظرت نائبة القائد إلى السماء وقالت: أخيرا توقف المطر. بينما قال أحدهم: نائبة القائد، لماذا نحن من يرافق حراس جماعة التنين الأبيض التجارية إلى المستشفى؟ أجابه آخر: ليس كما لو أننا يجب أن نفعل هذا لعدة أيام، أليس كذلك؟ فيخبره أنه لا داعي للقلق، هنالك مطعم قريب، لما لا نحضر شرابا، سيكون هذا علاجا مثاليا. لكن في داخل المستشفى لم يكن الجو ممتعا على الإطلاق. سأموت سيد الطبيب،
أنقذني أرجوك، أنقذني، ساعدوني، أنا أموت، أحتضر رجاء. العديد من المصابين من جماعة التنين الأبيض التجارية كانوا يتألمون بشدة، والطبيب الذي كان يعالجهم يمر بينهم. فجأة أمسك أحد المرضى بالطبيب بيأس وقال بصوت متقطع: سيد الطبيب، أرجوك افعل شيئا، أنا أموت من شدة الألم. نظر إليه الطبيب باستغراب وقال ببرود: أنت لم تمت بعد، لذا لا تتصرف وكأنك ستموت الآن. أنتم حراس يعيشون لحماية الآخرين، كيف يمكنكم جميعا أن تكونوا بهذا الضعف؟ ثم أخرج كيسا صغيرا يحتوي على حبوب علاجية وقال بصوت هادئ: حسنا، خذوا هذا، يمكنكم ابتلاعه أو وضعه على جروحكم، سوف تتحسنون جميعا. والله جاني إحساس أن هذا أبدا مو طبيب. ولكنه بدأ يلتف يمينا ويسارا دون فعل شيء للمرضى، وقد غادر بسرعة يقول وهو خارج: لا، إنه ليس هنا. وفجأة نرى دخول أحدهم راكضا وهو يقول: أرجوكم سامحوني، كان لدي الكثير من المرضى الآخرين لكني سأعتني بكم الآن. ويقف عند أحد المرضى ويسأله: حسنا، أين أصبت؟ دعني ألقي نظرة. يخبره نفس المصاب الذي تحدث مع الطبيب الأول: لقد أعطيتنا الأدوية للتو وغادرت وقلت أننا لن نموت. نظر الطبيب إلى الكيس بدهشة ثم قال: ماذا؟ نحن لا نستخدم هذا الدواء في هذه العيادة. وعندها نرى رجلا يسير في الغابة بهدوء. كان هذا الرجل هو الطبيب نفسه، إذ كان يقول: لقد أهدرت أدوية ثمينة بدون سبب. لكن فجأة بدأ وجهه يتغير تماما، اختفى مظهره الطبي ليكشف عن هويته الحقيقة. تشونغ إن، أحد الأقمار الخفية من الرتبة السماوية والمعروف باسم القمر الأسود. وقف تشونغ إن مستاء بشدة وقال بصوت ساخط وهو يضغط على أسنانه بغضب: إنها إساءة استخدام للعمالة، يجب أن يمنح الشخص وقتا مناسبا للراحة. ونراه يتمتم بضيق: بمجرد أن أنهيت مهمتي في مدينة إياك يانغ أرسلوني إلى مقاطعة يونام، حتى لو كانت المهمة ذات أهمية قصوى فهذا لا يزال استغلالا فظيعا، ناهيك عن أن الأجر كان منخفضا جدا. ونرى أنه مرسل من قبل تلك السيدة التي زارها جين وسونغ في منطقة ساتشيون. وقال بسخط: أيها الأوغاد البخلاء، لا يعرفون سوى كيف يرهقون الناس. لقد قالوا لي أن أتابع الوضع في مقاطعة يونام، وأيضا أن أستمر في مراقبة الرجل المسمى جين مون. اللعنة، هل يتوقعون مني استنساخ نفسي؟ وفجأة ظهر غراب أسود في السماء يحلق فوقه مباشرة. أثناء ثرثرته بالتفكير في الأمر: ما الذي أتوقعه من هؤلاء الأشخاص؟ لم يخطوا قدما خارج غرف اجتماعاتهم، ومع ذلك يعتقدون أنهم قادرون على فهم العالم الخارجي. إنهم يعرفون فقط كيف يصدرون الأوامر. وفجأة يقف هذا الغراب على كتفه. نظرت شونغ إن إلى الغراب وقال: هل عدت بالفعل من تسليم تقريرك؟ كاو 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 كاو. وشكلهم يتكلم لغة الغربان. يقول للغراب: أحسنت عملا. وفجأة يظهر كلب يمشي بقربه. يقول شونغ إن: ماذا؟ تو، هذا أنت؟ إذن هل اكتشفت أي شيء جديد؟ وبدأ يتبادلان النباح معا. حسنا، يسأله: هل أنت متأكد بشأن هذا؟ لقد توجهوا إلى مدينة اليشم، أليس كذلك؟ أنت فتى جيد، أحسنت عملا. ونرى تشونغ إن وهو سعيد جدا ويقول: أتساءل ما التمويه الذي يجب أن أستخدمه هذه المرة؟ انتظرني يا سيد جين، سيد التحولات العشر تشونغ إن سيأتي لإيجادك قريبا. ينتقل المشهد إلى جين مون والفتى مون، حيث يقول الفتى مون: على الرغم من أنني لا يبدو علي ذلك، ولكن هذه الأشياء تعلمتها عندما كنت طفلا. السفر لمسافات طويلة والتخييم في الهواء الطلق، ليس لدي خبرة كبيرة في أي منهما، ولكن سأحرص على مساعدتك بقدر ما أستطيع. لن أصبح أبدا عبئا عليك يا أخي الأكبر. ونرى جين مون ينظر إليه باستغراب ويسأله: هل أنت بخير؟ يرد عليه الفتى مون: أنا بخير، لقد عشت حياتي بأكملها بهذا الشكل، لذا أنا معتاد على هذا. في الواقع أنا سعيد جدا بما أنني سأسافر مع أخي الأكبر وهو يقوم بتدريبي. يبتسم جين ويقول واضعا يده على رأس الفتى مون مطبطبا على رأسه: هذا هو مون خاصتنا، فتى شجاع ومشرق بالفعل. ونرى الفتى مون متأثر جدا بكلمات جين ويقول: أخي الأكبر، لم يمضي وقت طويل بعد ولادتي حتى تخلت عني أمي، وكان والدي مشغولا بالعمل كحارس شخصي، لذا لم يكن قادرا على العودة إلى المنزل في كثير من الأحيان. كان علي أن أعيش وحدي لفترة طويلة، لهذا كنت وحيدا جدا. ولكن على الرغم من ذلك والدي أحبني حقا. ويتذكر والده
حينما أهداه طعام وأخبره: اغفر لي يا مون، أنا أب غير كفء، بالكاد يستطيع الاعتناء بابنه فقط القليل بعد، وسيكون لدي ما يكفي من المال، سنفتح محل فطاير لنا نحن الاثنان، حتى ذلك الحين سيكون الأمر صعبا قليلا. ونراه يصيح: لا تبكي، واعتني بالمنزل جيدا، كن شجاعا، وتأكد من إظهار الاحترام المناسب للبالغين الآخرين. إذا كان بإمكانك فعل كل ذلك سوف يعطي هذا والدك القوة حتى ينهي مهمته. هل تعدني بذلك يا بني؟ ينظر إليه مون ونرى السعادة في وجهه ويقول له: نعم يا أبي نعم. وبعد فترة من الوقت نرى الفتى مون واقفا أمام السيد هوانغ، وكذلك قائد الحرس. يكمل مون قائلا لجين: وبعد ذلك بفترة قصيرة والدي مات في حادث. يقول السيد هوانغ: أنت ابن السيد غواك مون صحيح؟ لقد سمعت الكثير من القصص عنك. والدك كان صديقا مقربا لي، اسمي هو هوانغ تشيول. إذا كان الأمر لا بأس به فلماذا لا تعيش معنا؟ ويطلب من قائد الحرس ما إذا كان هذا مناسبا، والذي يوافق على ذلك. ونرى الفتى مون وهو يبكي من اختلاط المشاعر بداخله، حزنه على وفاة والده أم كرم ولطف السيد هوانغ تجاهه. ويكمل كلامه لجين: الأشخاص الذين سمحوا لطفل تخلى عنه العالم بالعيش مع جماعة التنين الأبيض التجارية كانوا السيد هوانغ والسيد غوانغ قائد الحرس، لكن موهبتي في المبارزة كانت سيئة جدا، لذا عانيت قليلا. ولكن يا أخي الأكبر، المكان الذي نحن فيه مثير جدا للاهتمام. كانت مقاطعة يونام شديدة الحرارة والرطوبة، ولكن بمجرد أن دخلنا مدينة تاغون مونغ أصبح الطقس لطيفا وباردا. نعم معك حق، بما أن هذا المكان يقع على هضبة فهو أكثر برودة من الأماكن الأخرى. يكمل جين ويقول: علينا أن ننام هنا اليوم. إذا بدأنا التحرك مجددا في وقت مبكر في صباح الغد سوف نكون قادرين على الوصول إلى مدينة اليشب بحلول المساء. يحل الظلام ونراهم قد نصبوا الخيام للمبيت، وجين وهو يتناول الطعام الخاص به. أما الفتى مون يقوم بالتدرب على سيفه الخاص. وبعد إنهاء جين مون لطعامه بدأ بالنظر إلى الفتى مون ويقول في نفسه: لم يكن لدي فكرة أن حياته كانت هكذا، إنه يشبهني إلى حد كبير. الوقت الذي كان علي أن أتدرب فيه وحدي في الجبال الغربية وعمره تقريبا بنفس عمري عندما كنت في ذلك الوقت. وفجأة ينهض من مكانه ويتقدم نحو الفتى مون ويقول له: هلم إلي. ونرى استغراب الفتى مون من هذا الكلام. ينظر إليه جين بحزم وحاملا لعصا الطعام كسلاح ويقول: ما الذي تنتظره؟ هلم إلي الآن. ونرى الفتى مون وهو متوتر جدا ويقول في نفسه: هل سأتلقى تدريبا مباشرا؟ إنه أخي الأكبر بعد كل شيء. تبا، أنا خائف، كيف يمكنني أن أهاجمه؟ ولكن انتظر، لماذا؟ إنه يحمل عيدان الطعام فحسب، ورغم هذا فإنني أشعر بالكثير من الضغط والتهديد منه. ونرى أن الفتى مون يرى جين كما لو كان رجلا عملاقا ضخما جبلا مصقولا. هذا جنون بالفعل. وفي أقل من لحظة ينتقل جين إلى خلفه ويقول له: إذا كنت ستقف مكانك من الخوف، إذن هل تخطط للقتال دفاعيا لبقية حياتك؟ ونرى جين يضربه بعود الطعام على رأسه، والفتى مون قد سقط أرضا بقوة رهيبة. يقول جين: لن تكون قادرا على إنجاز أي شيء مع العاطفة وحدها، يجب أن تصبح أكثر برودة. ونرى أن الفتى مون قد سقط على الأرض والتوتر قد ظهر على وجهه ويقول في نفسه: آخ، بالكاد لمسني وتم إرسالي طائرا كل تلك المسافة. إنه في مستوى مختلف تماما عن هؤلاء الرجال من قبل. بعد تبادل بعض الضربات معهم اعتقدت أنني تحسنت بعض الشيء في استخدام السيف، ولكن بإعادة النظر في الأمر فكل ما قمت به هو منع هجماتهم. كانت الأخت الكبيرة هي من قدمت الدعم واعتنت بهم من أجلي. لقد تدربت بجد كل يوم ولكني ما زلت بهذا الضعف. حقا الأخ الأكبر قوي بشكل لا يصدق. حسنا، هذه ستكون تجربة تعلم رائعة بالنسبة لي، يجب علي أن أبذل قصارى جهدي. ونرى الفتى مون وهو ينهض من الأرض حاملا لسيفه ويقوم بشن هجوم على جين بسرعة رهيبة، وقبل أن يقوم حتى بلمس جين يضربه جين بالعصا على ذراعه مما تسبب في إنزاله على الأرض من شدة قوتها. ويقول: عندما تستخدم سيفك عليك أن تدع ذراعك تمتد، هذا الامتداد سيسمح لك بامتلاك المزيد من القوة خلف تلويحتك. وجين الذي يقوم بضربه مرارا وتكرارا ويخبره: افتح عيناك، لا يجب أن تفقد التركيز أبدا، ما زلت متصلبا، مما يجعل ردودك بطيئة للغاية. ونرى أن الفتى مون يصرخ من شدة الألم يحاول مهاجمة جين، والذي ينزل على الأرض ويتفاداها وينزل عليه بتلك العصا على قدمه ويضربه مجددا بها على بطنه. ونرى ارتفاع الفتى مون من الأرض ويقول جين: اسحب أنفاسك من أسفل رئتيك. يعني جين يقوم بتعليمه بالطريقة القاسية. وبعد مرور بعض الوقت في التدريب نرى الفتى مون ملقا على الأرض
وسيفه قد طار منه بعيدا. يخبره جين: من المهم أن تحدد نقاط ضعفك أولا، تعلم الأساسيات يمكنه أن يأتي بعد ذلك. ونرى الفتى مون يحاول الوقوف مرة أخرى ويقول: يمكننا المواصلة. ونرى جين وهو يكسر عود الطعام الذي بيده ويقول: لا، سنتوقف هنا لليلة. استخدم تقنية صقل التأسيس الثلاثي لتوزيع التشي داخل جسدك بشكل صحيح، وارتح قليلا فهي جزء مهم من التدريب. ينظر جين إليه بفخر ويبتسم ويقول: أنت تقوم بعمل جيد. ونرى الفتى مون ويكون سعيدا جدا من هذا الإطراء ويقول: شكرا لك يا أخي الأكبر. نذهب إلى قاعة غريبة ونرى شخصا جالسا وسطها، ويكون هذا الشخص هو نام جون وي، وهو الشخص الذي هزمه جين، وهو الذي كان قائدا للأشباح القرمزية. ونراه يتذكر ما حدث أثناء المعركة ويقول في نفسه: يا له من لقيط متوحش، لقد كنت أوزع تشي خاصتي دون توقف على مدار اليومين الماضيين لمعالجة إصاباتي، وما زالت جروحي لم تتعافى حتى الآن. أنا الجنرال والرجل الأعظم نام جون وي، لن أرتكب نفس الخطأ مرتين. ينظر إلى شخص ما جالس بالقرب منه ويقول: يا دانيوب. ينظر إليه ويقول: يبدو أنك تبدو بحال أفضل الآن. يرد عليه: لم أتعافى تماما، لكنني بخير لبدء التحرك. يجب أن أكون ممتنا لأنني ما زلت على قيد الحياة. ظننت أن رأسي سيقطع في ذلك الوقت. إنه وغد حقير. ونرى دانيوب يلف إحدى أوراق الأشجار حيث تقدم نحوه جون وي ويقول: عندما تقوم بلف ورق الأشجار فهذا يعني أنك قلق بشيء ما. هل قابلت ذلك الوغد بنفسك؟ يرد دانيوب ويبدو عليه أنه مستاء ويقول: نعم، لقد قابلته. سوف يزداد الأمر تعقيدا في المستقبل. حتى شخص مثلك قلق. إنه ليس شخصا عاديا. يرد دانيوب: إنه مثل صخرة ضخمة، أو ربما جدار، أو حتى جبل. هذا هو الانطباع الذي أعطاني إياه. طوال هذا الوقت لم نكن نعرف أبدا أن رجلا مثله موجود. لقد ظهر من العدم. إنه شخص لن نكون قادرين على التفاوض معه. لقد فهمت. إذن ما هي خطتنا؟ هل سنستسلم فحسب؟ لا يمكننا فعل ذلك، حتى على الرغم من أن هذا الرجل كان شخصا لم نأخذه في عين الاعتبار، وذلك عندما وضعنا خطتنا. لا يمكننا الاستسلام ببساطة بسببه فقط. بنظرات واثقة وابتسامة خفيفة يقول: هذا يبدو جيدا بالنسبة لي. حتى لو لم أكن أستطيع هزيمة هذا اللقيط، أستطيع على الأقل حماية حياتك. لذا فقط ثق بي ودعنا نشاهد حتى النهاية. وينظر دانيوب إليه ويرد عليه بابتسامة ونظرات خبيثة ويقول: لقد قطعنا شوطا كبيرا للغاية، ولقد سكبنا قلوبنا وروحنا في إعداد هذه الخطة. إلا أنه من الطبيعي أن يظهر تغيير غير متوقع. أعتقد أن هذا هو السبب في أنهم يقولون أن العالم يستحق العيش. على أي حال الأمور سوف تصبح مثيرة للاهتمام من الآن وصاعدا، وذلك إن أردنا استيقاظ الليل الصامت من سباته. يعني هم طلعوا في الأخير تبع جماعة الليل الصامت. وينتقل بنا المشهد إلى جين والفتى مون، وقد بدأوا المسير نحو مدينة اليشم. يسمع جين صوت خيول وعربات تتحرك من خلفه. ينظر خلفه ونجد مجموعة من الرجال مسرعين في طريقهم، والذين يمرون بجانب أبطالنا. يلاحظ جين أن في داخل إحدى العربات يتواجد مبعوث عائلة تانغ السيد جيمون، والذي يلاحظه هو الآخر بدوره ويصرخ: توقفوا توقفوا، تمهل يا هذا، أوقفوا العربة. والذين ينزلون من عربتهم: أوه، لم أتوقع أننا سنتقابل في هذا المكان. يسألهم جين: ألم تكونوا ستقابلان أعضاء التحالف السماوي المركزي في طائفة القبضات المحطمة؟ يخبرانه بأنهم متجهين نحو مدينة اليشم، وأن أوغاد التحالف السماوي المركزي طلبوا منا أن نقابلهم في مدينة اليشم. ويزيد أن طائفة القبضات المحطمة قد وفرت مجموعة من الحراس لحمايتنا خلال رحلتنا نحو مدينة اليشم. ويسألان جين إلى أي مكان سيتجه، والذي يخبرهم بأنه أيضا متجه نحو مدينة اليشم. ونرى ظهور ظل رجل تبدو عليه علامات التعجب، وهو متجه نحو أبطالنا. يسأل ذلك الظل: هل هنالك مشكلة يا كبير تانغ؟ يقول مبعوث تانغ: سامحني على التوقف المفاجئ، إن هذا هو الرجل الذي أخبرتك به سابقا، وهو الشخص الذي أنقذني. اسمه جين، وذلك الرجل هو الجنرال إم سو غوانغ أذرع السماوات الثمانية، وهو واحد من 5 فنانين دفاع عن النفس داخل طائفة القبضات المحطمة، وهو على معرفة واسعة بفنون القبضة، والذي يلقي التحية ويقول: لقد سمعت أنك ماهر جدا على الرغم من صغر سنك. يرد جين بالتحية ويقول: أنا ماهر بما فيه الكفاية لأحمي نفسي، ولكن خلف هذه الابتسامة التي نراها يقول في نفسه: إم سو غوانغ، هذا الرجل أعرفه جيدا، ألم يتعرف علي؟ ونراه
كان أحد المنتسبين إلى الطائفة السماوية الشمالية. يقول مبعوث تانغ: أيها الجنرال، هل تسمح للسيد جين بمرافقتنا نحو مدينة اليشم؟ يرد الجنرال غوانغ: إذا كان فنان دفاع عن النفس ماهر فلن يكون اصطحابه معنا فكرة سيئة. يدعوه مبعوث تانغ للدخول إلى عربتهم الخاصة ويقول: لدينا بعض المساحة في العربة، عجلوا وادخلوا رجاء. وبينما كان الجنرال غوانغ ينظر إلى أبطالنا بنظرات حادة، ثم يقول فجأة: حسنا، تجهزوا للمغادرة مجددا، لنتحرك إذن. سنصل قريبا إلى مدينة اليشم، وأننا كنا نسير بلا توقف دون راحة تذكر. يخبره مبعوث تانغ: دعنا نستريح قليلا قبل استئناف الرحلة. ويزيد: افعل ما تراه صائبا أيها الجنرال غوانغ. وبالفعل بدأ الجميع بأخذ قسط من الراحة، بينما كان الجنرال غوانغ يحضر بعض الطعام قائلا: لقد استعملنا فقط المكونات المتاحة لدينا وصنعنا هذه العصيدة خلال الرحلات الطويلة، هذا هو طعامنا المعتاد. ثم أضاف وهو يبتسم: بالعودة لأيامنا في الشمال. لكن أعتقد أن هذا لا يهم الآن. كان الفتى مون يأكل وجبته باستغراب شديد متذكرا: أليست هذه نفس الوجبة التي طبخها لي الأخ الأكبر الليلة الماضية؟ نظر الجنرال غوانغ إليهم وسأل: كيف هي؟ هل ترضي أذواقكم؟ أجابه جين باحترام: نعم، شكرا على الوجبة. توقف الجنرال غوانغ فجأة عن الأكل ونظر إلى جين باستغراب شديد متسائلا في داخله: جين، هل لأنه يحمل نفس اللقب أم أنه يشبهه فعلا؟ لو كان لا يزال على قيد الحياة لكان الآن في مثل عمره تقريبا. لا حاجة للتفكير بذلك. زعيم طائفة الجيل الرابع جين كوان هو لم يمرر له الفنون القتالية أبدا، كان حريصا على جعله يدرس الكتب فحسب. ولكن هذا الرجل أستطيع أن أرى بوضوح أنه قد تعلم بعض الفنون القتالية، لذا لا يمكن أن يكون هو. ومع ذلك لماذا تعود إلي هذه الذكريات؟ لقد كنت أحاول جاهدا نسيانها، لكن كلما نظرت إلى هذا الرجل أبدأ بتذكر الماضي. تنهد بعمق قابضا على صدره وهو يتذكر جين مون، الطفل الصغير الذي أجبر على العيش وحيدا في الأراضي القاحلة الشمالية. كان عليه تحمل كل شيء بنفسه، وفي النهاية مات في ذلك اليوم المشؤوم. لقد مرت 10 سنوات لكنها لم تكن عادية، بل كانت طويلة ومؤلمة. لقد ارتكبت ما لا يجب على فنان قتالي أن يفعله قط، لكن ماذا كان يمكنني أن أفعل بينما حتى الركائز السماوية الشمالية العظماء، وهم السماوات الشمالية ال4، أداروا ظهورهم له؟ كنت خائفا، لم تكن لدي الشجاعة للدفاع عن الصواب. كنت غارقا في الخوف، ولو ترددت للحظة واحدة لكنت أنا القتيل بدلا منه. أنا آثم في نظر السماوات. كنت أظن أنني بدأت أخيرا بترك الماضي خلفي، لكن هذا الرجل يوقظ تلك المشاعر مجددا. ولكن ماذا لو كان هو حقا؟ ما الذي سأفعله حينها؟ هل يمكنني حتى مواجهته؟ وإن توسلت للمغفرة الآن هل ستمحى خطاياي؟ لا، هذا مستحيل. لا يمكن أن يكون هو. لقد بالغت في التفكير. نعم إنه ليس هو. نهض فجأة تاركا طعامه خلفه وابتعد عن المكان. كان جين يراقبه بصمت، وعيناه تمتلئان بالثبات ونظرات يمكنها أن تشق الجبال من حدتها. مر الوقت، وبينما كان جين غارقا في ذكرياته قاطع أفكاره صوت مبعوث تانغ وهو يصرخ: ما هذا بحق الجحيم؟ جنرال توقفوا! توقف الجميع ونزل جين ومبعوث تانغ من العربة، وهم يشتمون رائحة كريهة جدا ليجدوا أمامهم ساحة مليئة بالجثث والدماء. نظر الفتى مون من حوله بصدمة متسائلا: يا إلهي، ما كل هذا؟ حتى أن الرائحة لا تحتمل. تفحص الجنرال غوانغ الجثث وقال: هذا مشهد بشع. هل كان هنالك كمين آخر لم نكن على علم به؟ بينما ينظر جين من حوله وهو يفكر: كمين آخر؟ إذن هذا يعني أنها ليست المرة الأولى. القبضات المحطمة تعرف عن هذه الحوادث، والتحالف المركزي السماوي يأخذها على محمل الجد، لكن لا توجد أي علامات لأسنان أو مخالب على الجثث، كما لو أنها لم تقتل بأسلحة عادية. انحنى ليفحص إحدى الجثث ثم قال: يا مبعوث تانغ، يمكنك رؤية ذلك بنفسك أليس كذلك؟ من الصعب تصديقه، ولكن يبدو أن بعض هؤلاء تم تمزيقهم بأيد عارية له من مقدار مرعب من القوة. عز جين رأسه قائلا: لا يهم مدى قوتهم. أن يتمكنوا من تمزيق خصومهم بأيديهم العارية ليس بالأمر السهل. وهنالك أمر آخر: حتى لو ولدوا بغرائز قتال قوية فهذا النوع من الهجمات يتجاوز حدود المنطق. لو كانوا متمرسين في فنون القتال لوجدوا طريقة أكثر نظافة وكفاءة للقتل. يخبره مبعوث تانغ بقلق: إذن الشخص الذي مزق هؤلاء إلى أشلاء يجب أن يمتلك طاقة هائلة،
وحقيقة أنهم ينجرفون لتمزيق الناس بأيديهم تعني أنهم مجرد وحوش مجانين لا يملكون أدنى قدر من المنطق. أصدر الجنرال غوانغ أمره بحزم: سنصل قريبا إلى مدينة اليشم، لا تخفضوا دفاعاتكم وراقبوا محيطكم جيدا، إذا شعرتم بأي خطر لا تترددوا في القتل. كان جين مون يراقب الوضع بحذر وأفكاره تتسابق. حسنا، بعد الغرابة تأتي المحن، يعني إذا كنا قد رأينا الدخان فلا بد لنا من رؤية النار، يعني بما معناه عند حدوث شيء غريب في الغالب يعني تتبعه المشاكل. وبالفعل استأنفوا رحلتهم متجهين نحو مدينة اليشم. بعد مرور بعض الوقت وصلوا إلى طائفة القبضات المحطمة، فرع مدينة اليشم، القمر الأزرق الباسل. هناك كان جين يتحدث قائلا: شكرا لكم على إيصالنا، ولكننا سنغادر الآن. تدخل الجنرال غوانغ مقترحا: بدلا من الفنادق المحلية ينبغي أن تكون أماكن الإقامة التي يوفرها القمر الأزرق الباسل أفضل بكثير. يا سيد جين، أرجو أن تبقى معنا. يرد عليه مبعوث تانغ: جنرال، السيد جين لديه بعض الأمور الشخصية التي يجب أن يهتم بها، لذا سيحتاج إلى الخروج بشكل متكرر. القيام بذلك في حين بقائه في المنطقة العليا سيكون مرهقا جدا بالنسبة له. لهذا السبب أعتقد أنه من الأفضل أن يكون في مكان يمكنه الدخول والخروج منه بتكتم، كما أن هذا سيقلل من احتمال تعرضه للخطر. نظر إليه الجنرال بدهشة ثم أومأ برأسه قائلا: أفهم ذلك، أدعو من أجل سلامته ونجاحه. وبالفعل ظهر جين وهو يودعهم قائلا: شكرا لكم على كل ما فعلتموه من أجلي. بدا مبعوث تانغ سعيدا للغاية ولوح له مبتسما: أسرع واذهب، سنراك مجددا في وقت لاحق، أنا متأكد من ذلك. أما الآن سامي فقد نظرت إلى جين بحزن وهمست: كن آمنا رجاء يا سيد جين. تحرك جين برفقة الفتى مون في أرجاء المدينة بصمت. يقول الفتى مون وهو يتفحص الشوارع الخالية: هذه المدينة إلى حد كبير مدينة أشباح. أخي الأكبر، هل كان هنالك سبب حقيقي لمغادرتنا المكان؟ أجابه جين باختصار: لا. فيرد عليه الفتى مون: إذن ألم يكن من الأفضل لنا البقاء في القمر الأزرق الباسل؟ إنهم جزء من طائفة القبضات المحطمة وكانوا على استعداد لتقديم المساعدة لنا أيضا. يرد جين: تلقي المساعدة من طائفة القبضات المحطمة. يا مون، إذا جاءت جماعة التنين الأبيض التجارية إلى هذه المنطقة، أي حانة تعتقد أنهم كانوا سيختارون البقاء فيها؟ اتسعت عينا مون وكأنه فهم الفكرة، ثم قال متفكرا: بما أن جماعة التنين الأبيض التجارية دائما ما تتحرك في مجموعات كبيرة، فمن المرجح أنهم سيختارون أكبر حانة يمكنهم إيجادها، مكان به اسطبل لائق للخيول وغرف إضافية لأفراد جماعتهم. ثم تابع بحماس: إذن هل تخطط لبدء البحث عن أدلة من تلك الأماكن؟ بما أن مدينة اليشم ليست كبيرة في المقام الأول، فمن المنطقي أنه لن يكون هنالك الكثير من الأماكن التي يمكن لجماعة التنين الأبيض التجارية المكوث فيها. حسنا أخي الأكبر، اترك الأمر لي، فقط انتظرني هنا. ويصرخ عليه جين: انتظر سنذهب معا. وبعد مرور بضع ساعات وعندما حل الليل، وقف جين والفتى مون أمام فندق ضخم، وأثناء توجههم نحو الفندق يقول الفتى مون: داخل مدينة اليشم، هذا المكان يعرف باسم الحانة التي لا تقدر بثمن، إنها الأكبر هنا. قالوا أيضا أن معظم الجماعات الكبيرة غالبا ما تمكث في هذا المكان، ولكن أين الزبائن؟ ونرى أن المكان يبدو خاليا كما لو كانت مدينة أشباح فعلا، ونراهم قد دخلوا إلى الفندق والذي لا نرى فيه غير أحد العمال مرحبا يقول: مرحبا بكم. أسرع الفتى مون ليسأل: هل توجد أي غرف فارغة؟ ضحك الرجل بمرارة وهو يجري نحوهم لاستقبالهم ويقول: يمكنكم القول أن الشيء الوحيد المتبقي لدينا هو الغرف الفارغة، كل هذا بفضل الشائعات البغيضة التي انتشرت حول هذه المنطقة. قبل 6 أشهر كان هذا المكان يعج بالناس. كم من الوقت تخططون للبقاء هنا؟ أجابه جين: حوالي 3 أو 4 أيام، أو قد نبقى لفترة أطول حسب الوضع. يصاب العامل بالسعادة قبل أن يقول: يا إلهي، لقد كنت أخطط لأغلق هذا المكان في غضون أيام قليلة، ولكن بفضلكم سأكون قادرا على العمل لفترة أطول قليلا، لذا شكرا جزيلا لكم. سأخذكم إلى أحد أفضل غرفنا، ويجب أن تكونوا قد قطعتم رحلة طويلة، لذا سأقدم لكم إحدى وجباتنا الفاخرة المميزة. داخل الغرفة وضع الفتى مون أمتعته وتنهد قائلا: أخي الأكبر، هل تعتقد أن جماعة التنين الأبيض التجارية والسرية الحديدية سيأتون إلى هذا المكان؟ أجابه جين بجدية: لا شك في ذلك، بما أنهم يتحركون في مجموعات كبيرة، فمن المحتمل أننا سنقابل بعضنا البعض في النهاية. يسأله الفتى مون بفضول: السرية الحديدية، جماعة التنين الأبيض التجارية، طائفة القبضات المحطمة، التحالف السماوي المركزي، من تعتقد أننا سنقابل أيضا؟ رفع جين مو سيفه ووضعه بجواره قائلا: لست متأكدا، ولكن هنالك شيء واحد متيقن منه، كل هذا مجرد بداية لما هو قادم.
فجأة دخل صاحب الفندق وهو يحمل الطعام قائلا: ها هو طعامكم، إنها وجبتنا الخاصة، طبق سمك الشبوط الدسم. جلس جين مون والفتى مون متحمسين لتناول الطعام. أخي الأكبر، هذا لذيذ حقا، ابتسم جين وقال: أنت محق، إنه لذيذ بالفعل. لكن وبعد لحظات قليلة فقط بدأ كلاهما يشعران بالدوار، جفونهم تثاقلت، وأخيرا فقدوا وعيهم بالكامل على الطاولة. تحرك الباب ببطء، ومن الظلام ظهر رجل يضحك قائلا في نفسه: ينامان بسرعة. بالفعل كما هو متوقع، لا يوجد شيء أفضل من تأثير حبوب أحلام اليقظة. اتضح أن صاحب الفندق نفسه كان متنكرا ومع ابتسامة خبيثة تمتم. الفتى مون إنه من جماعة التنين الأبيض التجارية، ليس بتلك الأهمية، هل هو مجرد صبي أمتعة؟ وفجأة تغيرت ملامحه إلى شكله الحقيقي. إنه تشونغ إن، أحد جواسيس جماعة القمر المظلم المكلف بمراقبة جين. وقف أمام جين النائم وهمس: الرجل الذي أبحث عنه، جين مون، سمعت عنه الكثير لكن لا أحد يعلم عنه شيئا، كأنه ظهر من العدم. هل هو مدعوم من جهة قوية؟ أنا لا أجد أي سجل عنه، لا عن مهاراته القتالية ولا وضعه الاجتماعي ولا حتى عمره. من أنت بحق الجحيم؟ اقترب أكثر ليفحص جين مون، لكن عيناه وقعتا على سيف وقد تسمر في مكانه وتغير لون عينه. ما هذا؟ هل هذا سيفه؟ لم يستطع تشونغ إن إبعاد عينيه عن السيف، فقد كان مسحورا بالسيف الغامض. بدأ بالتحرك نحوه، مد يده ولمسه، لكن في تلك اللحظة انطلقت قوة غامضة من السيف. استيقظ جين مو فجأة مذعورا وعيناه مليئتان باليقظة. تبا، لقد أخفضت دفاعاتي، يجب أن أحافظ على تركيزي. ينظر إلى ذلك الجاسوس ويقول: إذن كان هو، إنه لا يتزحزح. هل تم مسه من قبل سيفي زهرة الجليد؟ إن التشي الخاص به يشبه التشي الخاص بصاحب المطعم، يبدو أنه يستخدم نوع من أنواع التحول. إذن هو قطعا سيد فنون دفاع عن النفس. سأله جين بحدة: من تكون بحق الجحيم؟ فيرد: أنا تشونغ إن، أحد أعضاء القمر الأسود، منظمة سرية بارعة في التسلل وجمع المعلومات، يطلق علينا الأقمار الخفية. أحمل رتبة السماء وهي الأعلى بيننا تحت إمرة ماي وول، وقد كلفت بمراقبة رجل يدعى جين وجمع أي معلومات تتعلق به. لكن جين لم يظهر أي مفاجأة وهو يسمع كلامه، بل تمتم في نفسه: هل لهذا علاقة بتشي السيف المسحور؟ لماذا يجيب على أسئلتي بهذه الطريقة؟ القمر الأسود؟ ماي وول؟ ثم نظر إليه مباشرة وقال: حسنا، فهمت. إذن دعنا نرى مدى معرفة القمر الأسود بما يجري في مدينة جون ميونغ. سمعت أن بعض الناس هناك تمزقوا إلى إشلاء. هل لديك أي معلومات حول هذا الحادث؟ أجابه: قبل بضعة أيام بدأ بعض الأشخاص المفقودين بالظهور في مدينة جون ميونغ، لكنهم كانوا مختلفين تماما، فقدوا عقولهم بالكامل وأصبحوا أقوى بكثير من البشر العاديين. والأسوأ أنهم لم يتمكنوا من التمييز بين عائلاتهم وأصدقائهم، كانوا يمزقون الجميع بلا استثناء. التحالف السماوي المركزي وطائفة القبضات المحطمة قرروا أن السبب هو نوع خاص من السم، واستدعوا أفراد النخبة من عائلة تانغ للتحقيق. شخص ما نشر هذا السم عمدا وهو المسؤول عن حالات الاختطاف في مدينة يونام. حاليا القمر الأسود يبحث في هذه الحادثة من زوايا متعددة، وفجأة اخترق المكان جسدان غريبان وانقضا على جين بشراسة، لكن في أقل من لحظة اختطف جين سيفه من يد تشونغ إن واندفع للخلف برشاقة وسرعة مذهلة. ونرى أن تشونغ إن استعاد وعيه فورا وشعر بصدمة عارمة مما حدث. حدق في جين بتوتر وقال: ما الذي حدث بحق الجحيم؟ ونرى أن رفيقيه الكلب والغراب قد تدخلا وأوقفا تقنية التنويم. قبل أن يستوعب تشونغ إن ما يجري نظر إليه جين بابتسامة غامضة وقال: تشونغ إن، ذو رتبة السماء من الأقمار الخفية للقمر الأسود، لما لا نتحدث قليلا؟ عندما سمع تشونغ إن تلك الكلمات كاد قلبه أن يسقط من مكانه. انتظر، ماذا؟ كيف له أن يعرف كل هذا؟ شعرت برأسي يدور وكأن ذكرياتي تمزقت. لا يمكنني تذكر شيء واحد بعد أن أمسكت بسيفه. هل كشفت كل شيء لهذا الرجل؟ ما الذي فعله بي؟ ثم انفجر غاضبا وسحب سيوفه صارخا: ما الذي فعلته بي؟ هل انكشفت بالكامل؟ أنا عار على الأقمار الخفية. بعد أن أقتلك سأقتل نفسي. الموت وحده سيكفر عن خطاياي. لكن جين اكتفى بالتحديق به وقال بهدوء: هل أنت متأكد أنك لن تندم على هذا القرار؟ لم يستطع تشونغ إن تحمل استفزازه أكثر، فانطلق نحوه صارخا: أنا عضو في الأقمار الخفية، لن أندم على أفعالي.
وقد شن هجوما خاطفا تلتها سلسلة من الضربات السريعة، لكن جين تفاداها جميعا بخفة وسهولة كما لو كان يتلاعب به. ثم في غمضة عين وجه له ضربة قوية من الأسفل أطاحت به عاليا، وقبل أن يسقط على الأرض سدد له لكمة جبارة في جانبه، ثم ركلة صاروخية في وجهه جعلته يدور في الهواء كدمية لا حول لها ولا قوة. وقبل أن يتمكن من استيعاب ما جرى باغته بضربة مدمرة سحقت الأرض من حوله وألقت به بعيدا، حتى أن الكلب والغراب نظرا إليه بنظرة ذهول. بعد مرور بعض الوقت بدأ الفتى مون يستعيد وعيه، نظر إلى جين وقال: أخي الأكبر. ابتسم جين وقال: استيقظت أخيرا، كيف تشعر الآن؟ أجابه الفتى مون بصوت ضعيف: أنا بخير، لكن ما الذي حدث هنا؟ ونرى أن جين قام بتأديب ذلك الجاسوس تشونغ إين خير تأديب، وأن الغرفة قد أصابها ما أصابها. نرى تشونغ إين والذي كان في حالة يرثى لها، حيث همس في نفسه: من أين أتى وحش مثله؟ ثم نظر إلى الكلب والغراب وقال: أيها اللوغات عديم الانتماء، لا أصدق أنني في هذه الحالة المؤسفة، يعني قد نكروه نكران حفاظا على حياتهم. ثم أنزل رأسه إلى الأرض وقال بيأس: اقتلني، أنهي أمري أيها الشيطان. لكن جين ابتسم وقال: لا حاجة لأن أقتلك بنفسي، بعد أن كشفت كل أسرارك. ماذا تظن أن القمر الأسود سيفعل بك عندما يكتشف ذلك؟ والذي يعني إذا اكتشف القمر الأسود هذا سيكون يعني ميتا لا محالة. تابع جين قائلا: لكن لا تقلق، أنا لا أهتم بأسرار القمر الأسود، هنالك شيء واحد فقط أريده: الأشخاص الذين فقدوا في مقاطعة يونام. أريد أن أعرف من يقف خلف هذا. ينظر إلى جين بدهشة ثم تمتم: ما الذي ترمي إليه؟ اقترب جين منه وقال: تعال معنا، إذا فعلت ذلك سأسمح لك بجمع أكبر قدر تريده من المعلومات عني، لكن بالمقابل عليك أن تخبرني بكل شيء تعرفه عن الأشخاص المفقودين. بهذه الطريقة سنكتشف كل شيء نريده من بعضنا البعض. لماذا لا نشكل تحالفا؟ كيف يبدو هذا العرض لك؟ ننتقل إلى إحدى المقرات الخاصة بطائفة القبضات المحطمة، حيث نرى شخصا ما الذي أصبح مسعورا بعيون محمرة يبدأ بالصراخ، صراخ شديد، ونراه قد تحول إلى شيطان بالفعل. وفجأة يقول مبعوث تانغ: إذن هذا هو الرجل الذي جن جنونه؟ فيرد عليه القائد غوانغ: نعم، هذا صحيح، كنا قادرين على القبض عليه بمساعدة سادة الفنون دفاع عن النفس، وقبل أن يفقد عقله تماما كان قادرا على إخبارنا بهويته. يبدو أنه مخبر للسرية الحديدية، لكننا لم نتأكد من ذلك بعد. ما رأيك في هذا أيها الكبير تانغ؟ وإذا كنتم شاهدتم الأجزاء السابقة، هو نفس المخبر الذي ذكر في الأحداث السابقة عند وصول البعثة إلى مقاطعة ساشون، يعني تم إرساله من قبل نائب القائد للسرية الحديدية. فيرد مبعوث تانغ: هذه ليست حالة جنون طبيعية، هذه الأعراض تبدو مشابهة للسعار. على أي حال يبدو أنني سيتوجب علي النظر عن كثب، هل ستتمكن من تخديره؟ يرد القائد غوانغ قائلا: لقد حقنته بالفعل ببعض المهدئات، لكن لا يبدو أن لها أي تأثير عليه. يستغرب مبعوث تانغ قائلا: حسنا، إذا كانت المهدئات لا تعمل فهذا يعني أن الأوردة الخاصة بالدم قد تم تشويهها، هل كان ذلك بسبب السم؟ يخرج مبعوث تانغ سما خاصا ويقول: هذا سم مستخرج من جذور الدماء القابعة في الجزر الجنوبية، ليس فقط إنه يقلل من التعطش للدماء، لكنه يهدئ الدماغ أيضا، إنه مهدئ ممتاز لتخدير الناس. وبالفعل نرى الشخص المذعور وهو يترنح بعد تلقيه جرعة من السم، ثم يسقط على الأرض مغشيا عليه. يدخل مبعوث تانغ إليه ويقول: سأستخدم الآن فنون السم خاصتي، لذا ابقى هناك أيها الجنرال غوانغ. ثم يبدأ مبعوث تانغ بتجربة بعض الأمور على الشخص المذعور، مسحوق أصفر اللون، ويقول: لا يوجد ردة فعل. يستغرب الجنرال غوانغ ويقول: كيف اكتشفت ذلك؟ فيرد مبعوث تانغ: السم الذي استخدمته حاليا يتفاعل فقط مع السموم الحيوانية. كما ترى يمكن تقسيم السم إلى 3 فئات مختلفة: السموم الحيوانية، النباتية، وأخيرا المعدنية. وفي اللحظة التي تفاعل فيها الشخص المذعور مع السم المعدني يقول مبعوث تانغ: حسنا، إذا هناك رد فعل مع السم المعدني، حيث بدأ جسد ذلك المذعور بالارتجاف الشديد. يقف الجنرال غوانغ مذهولا ويقول في نفسه كما هو متوقع من الكبير تانغ: حائز 10,000 سم. فجأة نرى الشخص المذعور يستفيق مجددا ويهاجم مبعوث تانغ ويتمكن من الامساك به، لكن الآنسة مي تأتي للدفاع عنه، لكن ذلك المذعور لا يتأثر بأي شيء، وبالرغم من محاولاتها التي لم تفلح يتدخل ويوجه له الجنرال غوانغ هجمة قوية بقبضته تلقي بهذا الشخص بعيدا. تسأل الآنسة مي عمها مبعوث تانغ:
ما إذا كان بخير؟ الذي يقول أنه بخير وأن هذا الشخص مسموم بسم معدني ولكن أعراضه متطرفة جدا. يمسك الجنرال بالشخص المذعور والذي ما زال على قيد الحياة بعد تلقيه هجوما مباشرا من الجنرال. ينظر إلى مبعوث تانك قائلا: هل أصبت في أي مكان أيها الكبير تانك؟ فيرد مبعوث تانك قائلا: السموم المعدنية عادة ما تستنزف حياة الشخص المتضرر وتسبب موته ببطء. مع ذلك لم أرى قط حالة تزيد فيها السموم المعدنية من قوة الإنسان بهذا الشكل المتفجر. نراهم مصدومين من شيء ما. وعند الجنرال الذي يلاحظ الدماء تتساقط من جسد الشخص المذعور والذي قد توفي فعلا، يقول مبعوث تانك السيد جيمون إن زيادة القوة المفاجئة هي التي تسببت في وفاة هذا الشخص، حيث لم تتمكن أعضاؤه الداخلية من تحمل تلك القوة. يطلب الجنرال من الجنود أخذ الجثة لإجراء تحقيق شامل حتى لا يستغرق الأمر الليل كله. ونرى التوتر قد سيطر على الجو ويتساءلون عن ما الذي يحدث في هذا المكان. أما في صباح اليوم التالي نرى جين مو وهو يتمشى في سوق المدينة برفقة الفتى مون وتشونغ إين سيد التحولات متنكرا في هيئة شخص آخر. يبدأ جين بالنظر في حالة التجار في السوق والذين يبدون تعساء ويائسين، بينما يشعر تشونغ إين بالاستياء الشديد من الوضع الحالي وهو يفكر في نفسه قائلا: كيف لشخص مثلي من رتبة قسم السماء في الأقمار الخفية للقمر الأسود أن ينتهي به الحال هكذا؟ ليس فقط أنني فشلت في مهمتي بل أنني انتهى بي الأمر بالسفر مع هذا الشخص. وفجأة يلاحظ تشونغ إين أن الفتى مون الذي بدأ يوجه له نظرات حادة مما سبب له غضبا شديدا، فيقول: ماذا بك؟ هل أبدو لك قرد سيرك؟ فيرد الفتى مون ضاحكا قائلا: أنا آسف، الأمر فقط أنك كنت تثير اهتمامي، لكن هل هذا وجهك الحقيقي؟ يرد عليه تشونغ إين بتفاخر قائلا: هل تعتقد أنني لا أستطيع تغيير وجهي؟ بالطبع أستطيع، يمكنني تغيير جسدي أيضا، ونفس الشيء بالنسبة لملابسي. لقبنا ليس للعرض فقط، أنا سيد التحولات العشر. هل فهمت الآن؟ يصفق له الفتى مون بحرارة على عرض السيرك الذي قدمه. لم يكن الفتى مون الشخص الوحيد الذي يراقب عن كثب. تشونغ إين أيضا لم يرفع نظره عن جين، لكنه كان يفكر في شيء مختلف تماما ويقول في نفسه: المشكلة الحقيقية هي هذا الرجل. منذ أن أمسك بي برياح تحول الأولى يبدو أنه يدرك على الفور من أكون بغض النظر عن أي تحول أستخدمه. اللعنة، لقد أقحمت نفسي في موقف صعب جدا. جئت إلى هنا لمراقبة هذا الرجل، لكن انتهى بي الأمر أن أراقب من قبله بدلا من ذلك، وكان كل هذا بسبب ذلك السيف الغريب خاصته. لو لم يمسسني ذلك السيف فقط لكانت الأمور مختلفة تماما. يعني تشونغ ينقلق أن جين يدرك أكثر مما يجب. وفجأة يلاحظ جين مون أمرا غريبا فينظر إلى سيفه متمتما بصوت منخفض: لماذا تتفاعل مرة أخرى يا زهرة الجليد؟ لقد كان هذا السيف مسحورا حيث لا يستطيع أي شخص استخدامه سوى جين. ومع ذلك كانت تشونغ إين سيد فنون قتالية وبالطبع سيكون لديه قوة عقلية عالية. ومع ذلك ما فاجأ جين هو حقيقة أن زهرة الجليد المسحور استحوذ عليه بكل سهولة، ويقول في نفسه: يا له من سيف مسحور قوي بحوزتي. ولكن منذ أن وصلنا إلى مقاطعة يونام وهذا السيف أكثر قلقا من أي وقت مضى، كما لو أن الكيان المسحور داخله أصبح أقوى. وفجأة تومض في ذهني كلمات السيد وانغ عندما أعطاه تلك الصخرة الغامضة. حصلت على ذلك عندما ذهبت إلى مقاطعة يونام. كانت صخرة سقطت من السماء وقبيلة معينة كانت تستعملها لتقاليدها الخاصة، لكن تلك القبيلة قد ذبحت بالكامل. لذا هذه الصخرة لا تنتمي لأي شخص بعد الآن. وتمتم قائلا: هل هذا لأننا قريبون من مصدره؟ سأحتاج إلى توفير بعض الوقت لزيارة المكان الذي كانت تقيم فيه تلك القبيلة. إذا كان توقعي صحيحا فقد يصبح السيف المسحور أكثر قوة، لكن إن لم أتعامل معه بحذر فقد أفقد عقلي. وبينما كان جين غارقا في أفكاره وقف أمام أحد تجار الأسلحة ونظر إلى الأسلحة المعروضة أمامه. شعر بدهشة شديدة فمد يده وأمسك بأحد السيوف متمتما: ليس سيئا، إنه فقط بحاجة إلى بعض الصقل. ينفجر التاجر بالضحك قائلا: يا فتى، لقد اخترت سلاحا جيدا بالفعل، سيكون هذا ب5 قطع فضية. يرد جين مو بصدمة: ماذا؟ 5 قطع؟ هذا مكلف للغاية. لكن تشونغ إين يراقب من بعيد بدهشة متسائلا: ما الذي يعرفه هذا الشخص عن السيوف؟ عندها يبتسم الفتى مون ويقول: كما ترى، عندما كان الأخ الأكبر صغيرا تعلم الحدادة، لهذا السبب صنع سيفه الخاص. يتسع نظر تشونغ إين أكثر قائلا في نفسه: ماذا؟
لديه معرفة بالحدادة كذلك. هذا الرجل صنع ذلك السيف المسحور بنفسه. هذا بحق الجحيم من يكون هذا الرجل. أما التاجر فلم يكن مهتما بهذه التفاصيل، بل اكتفى بالقول بسخرية: إن كنت لا تستطيع تحمل سعره فغادر إذن. وبالفعل يضع جين مو السيف جانبا ويستدير للرحيل متمتما بابتسامة خفيفة: حظا سعيدا في مبيعاتك. لكن فجأة يركض التاجر خلفه بسرعة ويقول له بصوت مرتجف: انتظر انتظر، تمهل تمهل، قطعتان فضيتان، هذا أقل سعر يمكنني تقديمه لك. يتوقف جين ثم ينظر إليه للحظة ثم يبتسم ويقول: إذا كنت تستطيع إخباري من أين حصلت على هذا السيف فسأعطيك 6 قطع فضية. يتردد التاجر لكنه في النهاية يهمس لها: حسنا حسنا، قبل بضعة أشهر عندما فتح السوق الأسود أصبحت الكثير من الأسلحة الاستثنائية متاحة للعامة. هذا هو المكان الذي جاء منه هذا السيف. معظم التجار في مدينة اليشم حصلوا على بضاعتهم من هناك. هل تريدني أن أتحرى لك عن هذا الأمر يا سيدي؟ لكن قبل أن يرد عليه يسمع تشونغ إين الحديث بالكامل ويتمتم بصوت منخفض: ماذا؟ حسنا، كل شيء يبدو منطقيا الآن. ثم يضيف بصوت واضح: أنا أعرف أين تكون هذه السوق السوداء. ينظر إليه جين مو ويبتسم قائلا: حقا؟ إذا من الجيد سماع هذا. وبالفعل يشتري جين مو السيف من التاجر ثم يستدير ويسلمه للسيد تشونغ إن الذي يقول متفاجئا: انتظر، هذا السيف ليس شائعا في مقاطعة يونام، لقد صنع خارج هذا المكان بلا شك. يهز جين مون رأسه ويؤكد: هذا صحيح، على الأرجح تم تشكيله في البر الرئيسي، ربما في المنطقة الشمالية من مقاطعة هونام. بعد التجول والبحث في السوق لاحظت أن معظم الأسلحة التي كانت هي من البر الرئيسي أساسا. من الصعب على التجار الأجانب الدخول إلى مقاطعة يونام أثناء هذا الوضع الحالي، وبالتالي فإن حقيقة وجود الكثير من الأسلحة الأجنبية هنا أمر غير عادي. يتسع نظر تشونغ إين وهو يحدق في جين متفكرا: يا له من رجل مذهل، هل كان هذا ما كان يحاول معرفته عندما كان يتجول في السوق؟ لكن تفكيره يقطع فجأة بصوت الفتى مون الذي يرفع حاجبه قائلا بارتباك: انتظروا، ولماذا هذا مهم؟ هيا اشرحوا لي ذلك الآن. يتنهد تشونغ إن ثم يدفع السيف في يد الفتى مون قائلا بسخرية: خذ هذا أيها الأحمق، هل رأسك مجرد ديكور؟ استخدم عقلك ولو لمرة واحدة. ثم يضيف بنبرة جدية: عندما تظهر الكثير من الأسلحة التي لا تتواجد عادة في مقاطعة يونام، ماذا يعني ذلك؟ فيرد على نفسه: هذا يعني أنهم حصلوا عليها من مكان آخر. صحيح، إذا كان هذا هو الحال فمن الآمن أن نفترض أن هذه الأسلحة قد استخدمت من قبل التجار والحرس المفقودين، ومن ثم أخذها المسؤولون عن اختطافهم وباعوها في السوق السوداء. يذهل الفتى مون وهو يربط التفاصيل معا متمتما بصدمة. إذن هذا يعني. يهز جين رأسه بحزم ثم يقول بجدية: لنذهب إلى السوق السوداء الآن. وبالفعل ينطلق الثلاثة نحو السوق السوداء في مدينة اليشم، أعينهم تشتعل بالغضب من الوضع الحادث في هذا البلد. وفي تلك الليلة نرى مجموعة كبيرة من الناس مجتمعين حول منصة مغطاة بالأسلحة، بينما يقف رجل العصابة وهم منتسبين إلى عصابة الأشباح القرمزية، ونرى أنهم المسؤولون عن عرض الأسلحة. وأثناء التفاف الجميع حول الأسلحة يقول أحد رجال العصابة: هذه الأسلحة في حالة ممتازة، والأسعار نفسها كما في المرة السابقة، وإن أردتم الشراء تقدموا للأمام فقط. وفي تلك اللحظة يتقدم شخص ملثم وسط الجموع قائلا بصوت هادئ ومخيف: يمكنني أن أعرف من أين حصلتم على هذه الأسلحة؟ وسط ذلك الصخب نظر إليه القائد باستغراب، ثم تضيق عينه ويرد بحدة: لا تطرح أي أسئلة، إذا كنت قلقا لهذه الدرجة لديك دوما حرية المغادرة. لكن الملثم لم يتحرك وقال بصوت عال: كما توقعت، أنت لم تحصل عليها بطريقة سليمة. عندها اتسعت عينا القائد بالغضب وصرخ قائلا: ماذا قلت للتو أيها اللقيط؟ لكن قبل أن يتمكن من الرد بدأ الرجل الملثم في الضحك بصوت عال، ثم رفع رأسه كاشفا عن جزء من وجهه وعيناه تلمعان بالمكر. وأخيرا: أمسكت بذيولكم أيها الجرذان الحقيرة. وفي لحظة ساد الصمت بين الحشود قبل أن يتحول إلى فوضى عارمة عندما صرخ قائد العصابة على أتباعه: اقتلوا الجميع، لا تتركوا أحدا حيا. وما هي إلا لحظات حتى تحولت السوق إلى مجزرة مروعة. بدأ رجال العصابة بالهجوم على الجميع دون تمييز، سيوفهم تقطع الأجساد والدماء تسيل في كل اتجاه، بينما كان الحاضرون يفرون مذعورين. لكن وسط هذه الفوضى لم يتحرك الرجل الملثم، بل ظل يراقب المشهد بابتسامة ساخرة قبل أن يتمتم بهدوء: مرحبا أيها الجرذان، هل سمعتم من قبل عن العرافين من قسم الاستطلاع؟
لطائفة القبضات المحطمة. بمجرد سماع هذا الاسم اتسعت عينا قائد العصابة بالرعب وتراجع خطوة للوراء قبل أن يهتف: ماذا؟ قسم استطلاع طائفة القبضات المحطمة. عندها أزال الرجل الملثم قناعه تماما كاشفا عن وجهه بالكامل، ثم لوح بيده ببطء بينما كان رجاله يخرجون من الظلام محاصرين مجموعة العصابة من جميع الاتجاهات، ويقول: هذا يعني أنكم قد انتهيتم بالفعل. وفي اللحظة التالية حاول قائد العصابة الهرب، لكن الرجل الملثم ركله بقوة ليطرحه أرضا ويقول بسخرية: توقف عن العبث، إذا لم تكن تريد الموت أسرع وأفصح عن كل ما تعرفه. لكن في غمضة عين قفز القائد إلى الخلف محاولا الفرار وهو يصرخ: لا أحد يستطيع الإمساك بي. لكن الرجل الملثم لم يتحرك، بل اكتفى بالنظر إلى أتباعه وهو يأمرهم صارخا: أيها العرافون، اقتلوا الجميع، أتتركوا أحدا منهم على قيد الحياة، وإذا حاول أحدهم الهرب فلا تترددوا في إنهاء حياته فورا. وفي لحظة انتشر العرافون في جميع أنحاء السوق، وبدأت جثث رجال العصابة تتساقط الواحدة تلو الآخر، وبينما الدماء تملأ المكان بالكامل لم يكن هنالك تمييز بين شيخ أو امرأة أو حتى طفل، فقد كان الهدف واضحا: التصفية التامة. وفي أحد القصور المجاورة كان هنالك شخص يراقب الوضع من بعيد، ونرى رجلا عجوزا يرمي بالسكاكين بينما خادمته تقاتل بسكين مطبخ. كان هو بيونغ، هو الذي واقفا على تلك الشرفة يراقب المجزرة من بعيد، وهو يحمس لنفسه: عندما لا يمكنك التمييز بين المدنيين والأعداء فمن الأفضل اعتبار الجميع أعداء. ويقول: متى تسلل هؤلاء الأوغاد إلى مقاطعة يونام؟ كيف يجرؤون على التآمر في الأراضي التي تحكمها طائفة القبضات المحطمة؟ إذا لم نوقفهم الآن فسيكون هذا ذريعة مثالية للتحالف السماوي المركزي للتدخل في شؤوننا. نراه يقول بابتسامة باردة: إذا كان علينا محو مدينة اليشم بأكملها من الوجود لمنع ذلك، إذا فليكن. وبينما كان الدم يغطي كل شيء في السوق، دوى صوت صرخات قوية. كان جين ورفاقه قد وصلوا أخيرا، لكنهم وقفوا في ذهول تام أمام المشهد المروع أمامهم. ما هذا؟ تمتمت شونغ إين بصوت مرتجف وهو يحدق في الجثث المتناثرة حوله، لكن عينا جين كانتا مشتعلة بالغضب وهو ينظر إلى الأشلاء الممزقة من حوله. هؤلاء الرجال إنهم الأشباح القرمزية من السابق. ثم رأى جثث المدنيين العاديين مختلطة معهم فازدادت صدمته، وفي غمضة عين انطلق بسرعة مرعبة عبر السوق متجها إلى مكان القتال، تاركا رفاقه في حالة من الذهول. وفي تلك الأثناء في إحدى الأروقة الجانبية كان الجنرال غوانغ يقف بملامح يكسوها الغضب وهو يقول: من أجل قفازات الحراشف الفضية، هل كان علي حقا أن أتبع سيدي إلى هذا المكان؟ تمتم في نفسه بامتعاض، لكنه لم يملك الكثير من الوقت للتفكير إذ دخل عليه أحد أتباعه مسرعا وهو يصرخ: أيها القائد، أيها القائد، هنالك بعض فناني القتال المجهولين يثيرون الفوضى في مدينة اليشم. عندها شد الجنرال غوان قبضته ثم انطلق بسرعة نحو المدينة قبل أن يصعق مما يراه أمامه. ما هذا بحق الجحيم؟ ثم صاح بأعلى صوته: حتى لو كلفك ذلك حياتك، احمي عائلة تانغ بأي ثمن. ثم قفز إلى وسط المدينة فوق الجثث المتناثرة عازما على إيقاف المذبحة بأي وسيلة ممكنة. وسط ساحة الدمار في مدينة اليشم ارتفعت صرخات مدوية متجها نحو أولئك الأوغاد: ما هذا؟ لن أغفر لكم أبدا. وصل إلى أحد المرتزقة الذي كان يفتك بالمدنيين دون تردد، وفي لحظة فعل الجنرال غوانغ تقنيته القبضات الثمانية المدمرة وضرب خصمه مستخدما تنوير راحة اليد التنين الفضية، فحطمت ضربته جسد العدو ليخر غارقا في دمائه. أمسك به بقوة وسأله بحدة: ما هي هويتك؟ فجأة يزعق الجنرال غوانغ مما يراه ويقول: انتظر لحظة. كان الجندي المحتضر يلهث بصعوبة قبل أن يتمتم: ألست الكبير غوانغ؟ إذن. ويخبره: لقد حددنا مكان هؤلاء الأوغاد أخيرا، ولهذا أمرنا سيدنا بإبادتهم جميعا لأنهم تنكروا في زي شعب مدينة اليشم. اشتعل الغضب في عيني الجنرال غوانغ وهو يصرخ: حتى لو كان هذا هو الحال، سواء كانوا مدنيين عاديين أو أعداء متنكرين، كيف تقتلون الجميع دون تحقيق؟ رد ذلك الشخص بصوت متعجرف:
هاجمنا رجل مسن فجأة وساعدته مربية تحمل طفلا. لم يكن لدينا رفاهية التفكير. إذا كنت لا تصدق فاذهب لرؤية الجثث بنفسك. لم يتمالك الجنرال جوانغ نفسه فوجه لكمة ساحقة إلى الرجل أفقدته وعيه في الحال، ثم أمسك به وقال بغضب: لقد فهمت الآن، كان هذا بسبب فشل الرتب العليا. أنتم أيها العرافون لستم سوى دما عاجزة. حدق في الجثث المكدسة من حوله وهمس لنفسه: جو تشيون وو، إلى أي مدى تخطط للذهاب أيها الوغد القاتل؟ هل هذا حقا ما تريده؟ في تلك اللحظة احتشد عدد من العرافين حول أحد المدنيين وهو يصرخ متوسلا: أنا لم أفعل أي شيء خاطئ، أرجوكم أرجوكم. لكن أحد العرافين قاطعه بازدراء: توقف عن الكذب، كل شخص في مدينة اليشم هو عدونا، سوف نعدمك الآن. وقبل أن يجهز عليه انطلقت هجمة قوية من العدم أطاحت بهم جميعا، ثم ظهر رمح قوي مخترقا الهواء متبوعا بضحكة مجنونة. حتى لو كنا نحن من بدأ هذه الفوضى، أنتم أخذتموها إلى مستوى جديد تماما. التفت الجميع ليجدوا أمامهم نام جون وي قائد الأشباح القرمزية واقفا يتأمل المشهد بفخر. لكن كما ترون، إذا كنا جميعا أوغاد مجانين، فمن يمتلك الحق في تقرير من يعيش في المدن الراقية ومن يلقى به في أراضي الخراب؟ اتسعت أعين العرافين بالصدمة. من أنت؟ قوتك لا تقل عن مقاتل هائل. ابتسم نام جون وي بسخرية: هذا صحيح، لقد عدت من أرض الموتى. أنا جنرال الأشباح القرمزية نام جون وي. من الآن فصاعدا سأريكم من هو الوغد الحقيقي هنا. جهزوا أنفسكم، سأمزقكم إلى إشلاء. وعند أبطالنا كانت تشونغ إين يراقب كل شيء بذهول، متسائلا في نفسه كمقاتل خفي للقمر الأسود. ظننت أنني رأيت كل شيء في هذا العالم، لكن هذا أشبه بحفرة جحيم. أما جين مون فقد كان يحدق في المشهد بغضب مكتوم، يتمتم لنفسه: هل هذا هو العالم الذي أردتم خلقه أيها العظماء؟ هل هذا هو السبب الذي من أجله قضيتم على والدي؟ لكن قبل أن يواصل أفكاره التفت فجأة ليجد مجموعة من العرافين أمامه. قال أحدهم بازدراء: أوغاد كالجرذان لا نهاية لكم، حان الوقت لنريكم القوة الحقيقية للعرافين. اتسعت عينات تشونغ إين عند سماع هذه الكلمات: العرافون. ثم جاءه صوت جين مون عبر التخاطر: يا فتى، استمع إلي بعناية. هؤلاء الأشخاص هم عرافو قسم الاستطلاع لطائفة القبضات المحطمة، منظمة متخصصة في جمع المعلومات. لكن حتى أنا لا أفهم سبب ذبحهم لهذا العدد من الأبرياء. في تلك اللحظة شعر جين مون بالغضب يجتاح جسده. كل هذا بسبب طائفة القبضات المحطمة. هاجم عليه العرافون مستخدمين تقنيتهم الخاصة، لكن جين لمح أيديهم وقال في نفسه: مستحيل، أليست هذه قبضة 100 يوم؟ تذكر تلك التقنية المحرمة التي نشأت خلال الحرب ضد الليل الصامت، والتي حولت أجساد مستخدميها إلى أسلحة قاتلة، ولكن بثمن باهظ، وهو تخدير حواسهم، وهذا سبب أنها كانت محرمة. نظر إلى العرافين بازدراء قبل أن يقبض على سيفه ويطلق ضربة ساحقة، حتى أنها من قوتها أعمت رفاقنا، ونرى موجة بنفسجية اللون هزت رجاء مدينة اليشم بأكملها، وأنه قد تحرك من مكانه متخطيا أولئك العرافين، وقد أصبح خلفهم تاركا وراءه أثره الأرجواني. ونرى الصدمة العظيمة على وجه الفتامون: أخي الأكبر. وعند جين الذي تشع عيناه باللون الأرجواني، وقد مزقهم إلى إشلاء في لحظة، وتناثرت في أرجاء المكان جثثهم. ويبدو أن جين قد وصل مرحلة من الغضب الشديد سوف يغير ملامح مدينة اليشم ابتداء من هذه اللحظة. أخبرني برأيك في التعليقات، ما الذي سيفعله جين لهؤلاء الأوغاد؟ وما هو الهدف من التطهير الشامل لمدينة اليشم؟ وما الذي يخطط له قائد طائفة القبضات المحطمة؟ كل هذا وأكثر سنعرفه في الحلقات القادمة بإذن الله. وأنا أعدكم إخوتي أن الحلقة القادمة ستكون قمة في الفخامة، قمة في الروعة، قمة في الإبداع. لذلك ترقبوا الحلقة القادمة بإذن الله. أصدقائي الأعزاء، كل عام وأنتم بخير، عيدكم سعيد ومليء بالفرحة والسعادة. يا رب يكون عيد كله بهجة لكم ولأحبابكم، وأتمنى من الله أن يحقق كل أمانيكم. شكرا لدعمكم المستمر ومتابعتكم الرائعة. شكرا، ودمتم في أمان الله.